يلا نعمل احلى كفتة فراخ. عندي بصلاية كبيرة، حوالي قرن فلفل احمر. تمام، هضربهم في الكبة كويس قوي، هضربهم ناعم علشان هرجع اصفيهم بعد كده. المية بتاعة الفلفل والبصل دي انا هحتاجها هنا، هصفيهم كويس على قد ما اقدر. تمام، وبعد ما اصفيهم هحط حوالي 100 جرام ليا، بتفرق قوي في كفتة الفراخ، بتخليها جوسي كده وجميلة. حلو الكلام. هاجي بقى هنا عندي 400 جرام وراك على 600 صدور فراخ، هقطعها تقطيع ناعم بحيث ان الوراك بتدي طراوة كده مع صدور الفراخ. لكن لما بتتعمل الكفتة بصدور الفراخ بس ما بتبقاش احسن حاجة الصراحة. الوراك بتفرق في الطعم جدا جدا وبتخليها جوسي وجميلة. هنا قطعتها مكعبات صغيرة عشان تسهل عليا عملية الفرم. هنزل بقى على اللية بتاعتي بالوراك والصدور اللي انا قطعتهم مكعبات. تمام، هفرمهم فرمة كده بسيطة وهوقف الفرم. بعد ما هفرم هروح موقفة، هنزل بقى بمعلقة توم كبيرة، كيس بهارات الكفتة الجاهزة، البصل والفلفل اللي انا صفيته، معلقة كبيرة ملح، فلفل اسود، بابريكا، بقدونس بيفرق جدا في الكفتة، ونص معلقة جنزبيل. هفرم بقى الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه فرم ناعم بحيث يبقى شكلها كده. شايفين متماسكه ازاي وبتتشكل بمنتهى السهوله. الصراحه انا ما كنتش ناويه اعملها، انا كنت بعملها عشان اخزنها واعينها في الفريزر، بس ريحتها كانت تحفه يا جماعه، فقلت لازم اجرب صباعين كده. بليت ايدي بميه البصل والفلفل وصبعتها بالشكل ده. شايفين ماسكه نفسها يعني تحفه بصراحه. ريحتها كانت تتاكل نيه يعني. هنزل بقى بالطاسه او الجريل او واتيفر المتاح عندي للشوي. هتاخد اقل من 10 دقايق. هشوي الناحية دي واروح قلبها على الناحية التانية هنا بعد ما اتشوت. بصراحة طعمها كان تحفة 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 جدا، وريحتها كانت قلب البيت. شايفين الصباع طالع ماسك نفسه ازاي. اتمنى تجربوها، وبألف هنا وشفا.